السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ حلقه جديده معاكم النهارده. هنتكلم عن تقويم الاسنان في 3 اسئله هجاوب عليهم على السريع مع حضرتك. السؤال الاول بالنسبه لفوائد تقويم الاسنان يا دكتور. بنروح العيادات كتير، ساعات الدكاتره بتقول لنا عايزين نعمل تقويم خاصه للاطفال. هل فوائده ده كويس؟ كويس جدا، علاج فعال بيحسن الابتسامه بتاعه اطفالنا. وفي ناس تعمله كبيره برضو، بتبقاش اطفال، يعني بعد 15 سنه عادي. آه، بيحسن الابتسامة. لو في تزاحم في الأسنان بيعدلها، في تقوس في الأسنان برضو بيبتدي إن هو يعدله. علاج آمن جدا. لو في برضو مثلا لما تيجي العضة نفسها بتقفل فوق وتحت مش مظبوطة، كل ده بيعالجه التقويم عندي. طيب تاني سؤال، أقل مدة للتقويم يا دكتور بتكون من كام؟ من 12 ل 18 شهر، وهو على حسب شدة المشكلة اللي عند إيه، طفلك او اللي عند الانسان اللي هو اللي هيعمل التقويم ده، لان في ناس بتعمله كبيره. وخاصه يعني دايما انا جاي اتكلم النهارده عشان في ناس كتير بتروح اولياء الامور باولادهم بتكون شكل اسنانهم بايظه، فبعد سن التبديل بتبدا ان السنان تلاقيها في سنان طالعه لقدام، سنان معوجه، في تزاحم في السنان كده مش مظبوط. فبالتالي لازم، طالما قال لك الدكتور محتاج العلاج ده، انا عارف ان هو بيكون غالي، بس لازم تعمله، لانه كده كده بيجيب نتائج كويسة بعدين. طيب اول سؤال قلنا، تاني سؤال، تالت سؤال عشان ما نطولش الفيديو على حضراتكم والحلقة دايما تكون كل يوم صغيرة. تالت سؤال عايز اقوله لكم، التقويم بيأثر يا دكتور على الوش او بيعمل تشوهات بعد ما خلص العلاج؟ بياخد على حسب زي ما ياخد سنة او سنتين او اكتر. لا، بيكون امن جدا، وبالعكس ده هو بيحسن شكل الوجه وبيحسن شكل الفكين. يعني عايز اقولك لما تيجي تعالج التقويم بتاعك، اللي هو السنان ايا كانت مقوسة او معوجة او فيها تزاحم، ده بيحسن معاه شكل الوش والفكين. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.